السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنفرز مع بعضنا الورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا كلنا كنا عارفين ورق العنب في رمضان كان ب100 جنيه، فعلا سعره كان اوفر جدا. الواحد كان مستغرب من سعره وغلو الاسعار. دلوقتي هو في السوق الربع ب5 جنيه، يعني الكيلو ب20 جنيه. تشتري بقى امتى ورق العنب دوت؟ طالما ما لقيتش العنب موجود في السوق تبتدي تشتريه، لان هو ده بيكون ورق عنب، ما بيكونش ورق توت او ورق حاجة تانية. خلاص. فانا هنا هو جبت كيلو وهعمله ايه معاكم. فانا جبت حتى حله على النار، حطيت فيها حبه ميه والخل، وجيت كده بالكيس مباشره، رحت ماسكاه من الكيس، رحت حاطه في الحله. بس بعد ما عملت الحركه دي فعلا انا ندمت. فانا سبتها لكم عشان اوريكم الفرق بين لما انا اجيبه من على طول مباشره من الكيس واحطه في الحله، ولما هعمله دلوقتي قدامكم بطريقه تانية هيبقى الفرق عامل ازاي. فانا هنا بعد ما حطيته بصوا بغطسه. طبعا كلنا عارفين ورق العنب اول ما بياخد لون بنبتدي نخرجه. هنا بقى لما انا حطيته في الحله لقيت ايه؟ اللي هو مش نضيف، ولقيت لون الميه غير. رحت جايبه الكيس التاني، رحت حطاه في الميه تحت الحنفيه على طول. قلت لا، انا هغسله في يومين واشطفه وارجع احطه على النار. ليه بقى؟ انت لما هتحطيه على النار ويجي يقلب القلبه بتاعته، مش هيغلي بقى بتنته ولا بترابه ولا باي حاجه. ماشي. فانت الاحسن انك تغسليه تحت الميه. ماشي. فانا كده هغسله في امه والتاني وهصفيه، وهرجع اوريكم شكل الحله التانية عامل ازاي. طبعا ورق العنب ده من الاكلات المحببه على قلبي، فعلا جامد جدا. يعني انا بحطه في وسط انا بحبه هو والفلفل. يعني ماليش قوي في الكوسه ولا البتنجان، بس طبعا في ناس في البيت عندي بتاكل الكوسه والحاجات دي. لما بحط معاها ورق العنب بيدي طعم للكوسه والبتنجان والفلفل رهيب. في مزازه كده بصراحه جامده جدا. يعني انا ممكن اكل ورق عنب بس ما اكلش اي حاجه تاني من المحشي اللي انا بعمله. بصراحه تحفه. فهنا زي ما انتم شايفين انا غسلته وباخد فم تاني وهصفيه. هرجع بقى اوريكم شكل الحله الاولانيه اللي انا حطيتها على النار. بصوا يا دوبك اللون بتاع ورق عنب غير. هبتدي اخرجه زي ما انتم شايفين كده. هو على فكره ما بياخدش، بصوا، يعني ثواني على النار انت بتحطيه وبتقفي عليه. ما تسيبوش بقى يتقتل بقى ويغلي ويتهرى. لا 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 لا، لازم الورقه بتكون ماسكه نفسها. بصوا بقى شايفين شكل الميه عامل ازاي؟ مش نضيفه ولونها غير. فطبعا انا ما كنتش مقتنعه خالص. خدته كده زي ما طلعته من الحله، رحت حاطاه تحت الميه الجاريه. مني اديته صدمه عشان يوقف السوا بتاعه ما يتهراش، ومني ان انا شطفته ونزلت منه فيه تراب او اي حاجه انا كنت متضايقه منها. خلاص. وهطلعه بقى احطه في المصفى الصفة، وبعد كده احضره. بس الاحسن زي ما قلت لكم دلوقتي وشفتوا قدامي التجربه اللي انا عملتها، امسكيه اشطفيه الاول شطفه كويسه وابتدي بعد كده حطيه على النار. طبعا ده بصوا خلاص كده انا اعطيته الصدمه وحطيته في الميه. بصوا الميه بصوا نضيفه غير الميه اللي في الحله الاولانيه. فهبتدي بقى اغير الميه اللي في الحله، احط ميه تانية خالص مع نقطه خل. ماشي. ورق العنب بقى دوت اللي باين اخضر دوت اللي انا غسلته قدامكم دلوقتي، هبتدي بقى احطه في الحله. بصوا الميه هي نضيفه خالص غيرتها. وهنزل باقي بورق العنب. هتحطي مره واتنين وتلاته هتفضل الميه نضيفه زي ما هي. لكن انك تجيبي على طول مباشره من الكيسه وتيجي تحطي، استحاله هتحطي في الميه حطه تانية، لانك انتي مش هتعملي الكميه كلها مره واحده. ما ينفعش بتحطي كميه على قد الحلقه. لازم لما تغطسيه يغطس في الحله، مش يبقى كده عالي كده وما يغطسش وما ياخدش لون. خلاص. برضو اول ما ياخد لون هطلعه في المصفى واديله صدمه بالميه البارده وهصفيه. طبعا هنا سبته اتصفى والحمد لله. هجيب بقى هشيل العنقود بتاعه واحط الورقه الكبيره على الكبيره والصغير على الصغير. بحب احطه كده بنظام، ما بحبش اكعبل الدنيا كبير على صغير، لا. عشان وانتي بتحشي بتاخدي الصبع الصغير تحشيه، والصبع الورقه الكبيره بتقطعيها اتنين وتعمليها. وانا بصراحه بحب لما اجي احشي ورقه العنب اقفلها يمين وشمال والفها. مفيش اي حاجه تبقى باينه من الرز ولا اي حاجه. واحب الورقه كده الصبع يكون صغير وناشف. لكن لما تعملي ورقه مهويه ومفتوحه من الجناب وانتي بتحشي المحشي هتلاقي الحله كلها رز. والمهويه دي مع المحشي لما بيجي يغلي بتلاقيها فكت، غير الكرنب خالص. فالاحسن لما تيجي تلفي صبع ورق العنب تخلي الصبع يكون جامد ناشف كده ولف قافله من الجناب وتلفيه. بصراحه بيبقى هايل. خلاص. فانا هعمل الكميه بتاعتي دي كلها،
وهقسمها ايه، هما كيلو هقسمه على 4 كيس لان انا بحب ورق العنب هعمله ارباع. خلاص انا كان هنا عندي الميزان فوزنته، ما عندكيش ميزان عينيكي نظر، يعني عينيكي دي ميزان بتنظري كده بيها وبتاخدي كده كميتك وبتقسميها في الكيس. فطبعا انا حطيت في الكيس ماشي وخرجت منه الهواء كويس جدا وتنيته ما ربطتوش. انت عايزه تربطيه ليكي يعني ايه الحريه المطلقه يعني، بس انا بعمله كده وما بياخدش مكان عندي في الفريزر. فطبعا انا عملت معاكم الكميه دي وان شاء الله هجيب تاني وهعمله لاني فعلا يعني ورق العنب ده العشق بتاعي. شايفين شكله؟ وبصراحة ما خدش أي وقت. ف... فطالما هو بيجي أوقات عليه وبيغلى بيوصل لل100 والأسعار الخرافية ديت، لا انت جيبيه لما سعره يكون رخيص واعمليه. شايفين شكله وشايفين لونه بجد هايل جدا. لو وصلتش بقى لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوة الحلوة واللايك والاشتراك لقناتي وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.